بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. معاكم ندى من قناة توتا هاند ميد. ان شاء الله ننفذ مع بعض النهاردة الميدالية اللي شفناها في اول الفيديو دي من احجار العقيق وبعض الدلايات كده. هستخدم خيط الحظاظات وهستخدم برضو الميدالية بتاعة المفاتيح. هنبتدي كده نقول بسم الله. ده عندي مسمار، هبتدي ان انا هدخل فيه خرزة عقيق واعمل حلقة في المسمار من الناحيتين بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده. هعمل خرزتين بنفس الطريقة دي، برضو مسمار تاني وهعمل حلقة من الناحيتين برضو، وهنشوف هنستخدمهم ازاي دلوقتي. متنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة، فعلوا زر الجرس عشان يجيلكم اشعار بكل الفيديوهات الجديدة بإذن الله. دي كده الميدالية بتاع المفاتيح. جبت الزردة وابتديت حطيت فيها اول خرزة عقيق اللي انا قفلتها بالمسمار، وبعد كده هعلق دلاية كده اللي هي الطويلة دي مكتوب عليها وعلى العهد بقينا بالشكل اللي قدامنا ده. وهبتدي اجيب زردة برضو واعمل الخرزة التانية اللي انا قفلتها بالمسمار بنفس الطريقة كده، واتأكد ان انا قفلها كويس. هتبقى عندي بالشكل ده. هاجي في النهاية هحط فيها الدلاية الكبيرة دي مكتوب عليها فالله خير حافظا، بالشكل اللي قدامنا ده كده. وهبتدي بعد كده اعمل الجزء التاني من الميدالية. ده اول جزء هركنه على جنب، وهعمل الجزء التاني باستخدام خيط الحظاظات. طبعا قلتلكوا قبل كده طالما ده عقيق يبقى افضل حاجة ان احنا نستخدم خيط الحظاظات. هقفل الاول طرف الخيط كده بالحباسة والستوبر زي طبعا ما تعودنا، شفناها فيديوهات كتيرة قبل كده. لو اول مرة تشوفوا القناة ارجعوا للفيديوهات اللي قبل كده، هتلاقوني شرحها بالتفصيل وبتصوير ابطأ من ده شوية. هقفل كده الحباسة. طبعا انا عندي اكتشفت ان الكاميرا مش بتصور، فرجعت طبعا عدت المقطع تاني بعد ما قمت وخلصت الميدالية اصلا، فعشان كده زاوية التصوير ممكن تكون مختلفة شوية. انا لسعت كده الطرف التاني من الخيط اللي انا قفلته، وابتديت الضم بقى خرز العقيق كده بالطريقة اللي انت تحبيها، زي ما تحبي تلضميه بالشكل كده اللي قدامنا ده. بالطريقة دي كده. وهبتدي اقفل الطرف التاني من الخيط، برضو هدخل الحباسة بظهرها او بق السمكة زي ما قلتلكوا قبل كده، والستوبر كده هدخله وابتدي ان انا اضغط عليه جامد بالبنسة لحد ما اطبقه خالص، بحيث ان هو ما يتحركش وبالتالي الحباسة ما تتحركش. وبلسع كده بعد ما بقص الزيادة، بلسع كده الخيط وبروح قافلة الحباسة بتاعتي. وهبتدي بقى اركب الجزء التاني ده مع الميدالية باستخدام الزرار. طبعا هركب الاول كده في الميدالية واقفلها كويس، وبعد كده هحط الدلاية الصغيرة دي مكتوب عليها سبحان الله بالشكل اللي احنا شايفينه ده. وبكده تكون الميدالية عندي خلصت، وده الشكل النهائي ليها. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة وفعلوا زر الجرس عشان يجيلكم اشعار بكل الفيديوهات الجديدة اللي هنزلها بإذن الله.